تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة بيت العرب. جولة ثانية لنا في قضاء الصويرة بجولتنا الرمضانية برنامج بين الناس. اليوم جولتنا في شارع النجمة بعد ما كانت لنا جولات سابقة أيضا في قضاء الصويرة. راح نكون مع عوائلنا وشبابنا نشوف شنو وضعيتهم شهر رمضان، تفاعلهم مع الأجواء الطيبة اللي بفضل الله سبحانه وتعالى كانت في هذا رمضان. أكيد شهر رمضان اختلف يعني عن باقي السنوات بالأجواء الطيبة. اليوم في شارع النجمة راح نكون مع عوائلنا وأهلنا وناسنا، خليكم ويانا في هذه الجولة. رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك استاذ؟ الله يسلمك، رحمة على والديك. عرفنا عن نفسك اول شيء. صباح سلمان حمزة حمادي. استاذ صباح طربوش الحلبي، مدير مطعم طربوش الحلبي. قبل لا ندخل بتفاصيل المطعم، شلون نشوف رمضان هاي السنه؟ خير وبركة علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام إن شاء الله. أجواء خير من الله والعوائل أنت تعرف بعد خير، ورمضان خير. خاص بالصويرة الأجواء مميزة. خير من الله. كونك مدير مطعم واللي المطعم بفضل الله ما عرفنا على مستوى الصويرة، شلون نشوف إقبال العوائل الصراوية للمطعم؟ الحمد لله والشكر خير من الله، إقبال أهلنا مو غربة علينا، الحمد لله والشكر. العوائل أهلنا والشباب بعد ولدنا، وبفضل الله البيت عندنا قاعة مال شباب وعندنا قاعة مال عوائل. أحب شنو اللي يتميز به مطعم طربوش الحلبي عن بقية الأماكن هنا بالصويرة؟ بفضل الله النظافة، النكهة، الطعام. شباب عندي سوريين، عندي حسن شيف حسن، عندي شيف سامر، عندي شيف أبو محمد، عندي شيف أبو حسن السيجي. فضل الله البيت كلهم شباب سوريين مرتبين. الأكلات اللي هنا موجودة يعني عربية وغربية لو شنو؟ لا احنا كله يعني عربي، كله عربي يعني أكلات فشي مرتب. يعني عندنا شاور مساج دجاج، لحم، على كنتاكي، على فشي كله مرتب. زين الاسعار هنا يعني كما هي لو برمضان وكل موسم يعني ترتفع او تنزل لو ثابته؟ بفضل الله. تعرف الدولار صار ب 170 واحنا على حطتنا، لان هم هن احنا ما تقول احنا على مثل شارع عام. هاي تكون اضافه لكم ايضا انه يعني تكونوا مع العوائل نفس الاسعار هاي لكم يعني. نفس الاسعار بفضل الله، نفس الاسعار وما صعدنا ولا صار الدولار ب 170 واحنا على حطتنا. تمام، شكرا جزيلا لك استاذ صباح ورمضان كريم عليك مره ثانيه. وتحبون اصعدكم فوق شوفكم صاله الشباب؟ اكيد احنا راح نصعد هسه لعوائلنا وشبابنا. والحمد لله والشكر. هناك شيف ابو حسن، تعال تفضل شيف ابو حسن. هناك شيف حسن الحمد لله. حياكم شيف الله. سامر هسه يطلع ان شاء الله. شيف ابو محمد الحمد لله والشكر. تمام، انت راح ترافقنا بهاي الجوله واكيد راح نشوف العوائل. ان شاء الله على راسنا. تفضل. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. شلون الصحة؟ الله يسلمك. عرفنا باسمك؟ علي كابتن هنا مطعم طربوش. نعم. شلون تشوف اجواء رمضان واقبال العوائل والشباب هنا؟ والله اجواء رمضان كلش حلوه والزباين يعني مستمرين واحنا نرحب بهم. شلون تشوف هنا اقبال الشباب اكثر لو العوائل؟ لا اكيد العوائل. الشباب ما يتوجهون الكوفيات الاماكن المفتوحه؟ لا يتوجهون، بس اكثر شيء هم العوائل يجون. شلون تشوف الاجواء هنا؟ لا زينه. تمام، انت بعملك يعني مرتاح هنا؟ لا مرتاح الحمد لله. دوامكم هنا شفتين لو شفت واحد لو بس بعد الافطار؟ لا شفتين، صباحي ومسائي. تمام، شكرا جزيلا ورمضان كريم. اهلا وسهلا. حياكم الله. أعزائي المشاهدين مستمرين أيضا بجولتنا في شارع النجمة، برنامج بين الناس جولة رمضانية. أكيد وياي أحد الشباب. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير. أنت رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم. شلون تشوف أجواء رمضان هاي السنة يعني في مدينة الصويرة؟ لا جميلة جدا أجواء رمضان ما شاء الله. زين أنت دائما تجي هنا؟ هاي دائما نجي. شنو
اللي خلاك تجي يعني لهذا المكان؟ لازم اكو فد ميزه مميزه ميزت هالمكان عن البقيه. والله ما شاء الله طعامهم حلو وطيب والمكان راقي جدا. زين. اكثر اماكن تروح لها برمضان شنو؟ مثلا المطاعم، الكافيات، الحدائق. ايه. برا المحافظه ما نطلع؟ لا شو ما اطلع. ايه. رمضان كريم، حياك الله. الله محييكم. رمضان كريم جميعا ان شاء الله. شلون تشوف اجواء رمضان هاي السنه؟ والله كلش حلوه يعني مثل كل سنه حلوه وجميله زين جدا. تداوم بالمدرسه؟ اي خامس علمي؟ شلون يعني الاجواء كانت دوام والصيام؟ والله شويه تعب يعني الصبح كدراسه وها يعني شويه نظام مختلف. احنا نعرف انه اغلب عوائلنا العراقيه بيكون قاعدين للسحور، فانتم ايضا من هذا الروتين؟ اي يعني شلون مرهمها بالدوام؟ تكمل تظل الصبح للدوام تكمل ترجع تنام للفطور تقعد وتبلش عادي. زين اجواء رمضان هاي السنه اختلفت عن البقيه؟ اي طبعا يعني بالدراسه تختلف عن الايام العاديه يعني مثلا بالعطل وهيك شيء. تمام. شنو اللي اكثر شيء يعجبك بهذا المكان هنا دائما تجي؟ انه يعني شلون فد ديزاين مختلف، ديكور مختلف، فكره جديده يعني مثل منطقه كالصويره وهيك شيء يعني من ديزاين واكل وهيك شيء. شنو تحب تقول للشعب العراقي وللمشاهدين بصوره عامه بشهر رمضان المبارك؟ والله رمضان كريم على الجميع، والله يحفظ العراقيين بكل مكان ان شاء الله. امين يا رب. حياك الله. رمضان كريم علينا وعليكم مره ثانيه. شكرا جزيلا. السلام عليكم. حبيبي عليكم رمضان السلام. كريم. يا مرحبا رمضان كريم علينا وعليكم. احمد. ابو من؟ ابو عباس. ابو عباس، اليوم انت والعائله الكريمه هنا، شلون شو اجواء رمضان مدينه الصويره بصوره عامه وهنا بمطعم طربوش للاكلات العربيه؟ والله اجواء طبيعيه وخير من الله والحمد لله والشكر. والمطعم هذا ما شاء الله شوي يعني يوم عن يوم جاي نشوفه احسن. شنو اكثر ميزه حبيتها هنا؟ والله الاجواء مال الجهال الصراحه والاكل طيب. شو شفت رمضان هاي السنه؟ لا نعمه خير من الله. بس حتى نكون صريحين، احنا بالاخص الشباب اغلبهم المدخنين انه بس يردون ساعات الصيام تخلص حتى يجي الفطور. انا من الناس ادخن سجاير بس ما عندي شيء. عاديه ان شاء الله. عاديه. وبالاخص هاي السنه يعني رمضان اختلف، الاجواء طيبه، الجو بارد، فيعني الاغلب صايمين. اي صحيح. هذا شوي هذا الشهر. حضرتوا للعيد؟ والله ان شاء الله متحضرين طبعا. يا الله رمضان كريم عليكم. الله يسلمك. موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. رمضان كريم. السلام عليكم. شلون الصحة؟ سلمك ويخليك. تعرفوا باسمك؟ حسين داخل. حسين، أحد العاملين في مطعم طربوش. صحيح. شلون تشوف إقبال العوائل هنا بعد الإفطار؟ قليل. الشغل حلو. زين أكثر شيء الشباب لو عوائل هنا موجودين؟ عوائل. زين آلية العمل هنا تكون على نظام شفتات لو بس بعد الإفطار، خاصة يعني بوقت رمضان أنا بدي أحكي لك. لا بس بعد الفطار. زين. أنت من أهل الصويرة؟ إيه. تمام. رمضان كريم. عليكم حبيبي رحم الله وجهك والنعم منك. مستمرين وياكم أعزائي المشاهدين، خليكم ويانا بهاي الجولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. انتوا هنا طباخين في مطعم طربوش الاكلات العربيه، شلون تشوفون اجواء رمضان هنا بالعراق وخاصه في مدينه الصويره؟ إن شاء الله رمضان كريم علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية يا رب. والله الحمد لله رب العالمين، يعني الأجواء كتير حلوة، ومن أول يوم رمضان الشغل كتير حلو ووضع كتير تمام إن شاء الله الحمد لله. شلون تشوف رمضان هنا بصوره عامه؟ والله كتير كويس الحمد لله رب العالمين، ومبسوطين مع هالشعب الطيب، والشعب العراقي شعب محترم وكتير يعني مبسوطين فيه. زين الاجواء هنا بمطعم طربوش شلون تشوفوها؟ اقبال العوائل الشباب؟ والله الاجواء كثير حلوه، قلت لك انا يعني من اول يوم رمضان نحن ما توقعنا يكون في هالحركه وهالشعب الطيب اللي عم يطلع على الفطور وعلى السحور حتى للساعه 1:30 2، يعني في حركه، موجود حركه في المطعم. حضراتكم من سوريا تمام، على راسي، انتم بين اهلكم وناسكم هنا. شلون تشوفون تفاعل العراقيين مع اجواء رمضان؟
والله تفاعل كتير كويس، وناس الحمد لله رب العالمين ناس بتصوم وبتصلي وناس محترمة، ونحن يعني طبيعتنا بالعمل ما عم نتحرك من العمل. يعني كل فترة ترجعون له يعني مستقرين؟ احنا اقامتنا نظامية هنا ومعنا اجازة عمل، وكل فترة بنروح. حاليا مستقرين هنا وبنروح بنجي. انا الشهر الماضي كنت بسوريا وهذا الشهر رجعت لهون. وماكو فرق، احنا اثنين يعني سوريا ولا العراق شعب واحد بالضبط. كانك بين اهلك وناسك. ان شاء الله موفقين ان شاء الله. رمضان كريم. باسمي واسم اهلي بسوريا. نعم. انا من منطقه حلب، من منطقه المنكوبه بالزلزال. انا بحب اشكر الشعب العراقي على المبادره الكريمه اللي وجه لنا المساعدات لجميع الشعب الحلبي الموجود هنيك. وباسمي واسم اصدقائي الشيفيين الموجودين بسوريا بحب اتشكر الشعب على المبادره الحلوه وهالمساعده اللي قدموا لنا اياها. اكيد هذا واجبنا طبعا، والعراقيين معروف عنهم كرمهم وغيرتهم، ومثل ما قلت لكم انه ماكو فرق بين الشعب السوري والشعب العراقي، فكلانا عاصر الالم نفس الالم، فكلا الشعبين مر بنفس الازمه والكل احتضن البعض، فماكو فرق ان شاء الله. موفقين، رمضان كريم عليكم، يعني ان شاء الله قادم الايام تكون اسعد وافضل. حياكم الله. من ضمن جولتنا اعزائي المشاهدين ايضا نلتقي بالاستاذ مصطفى مسؤول الاتصالات اعتقد بمطعم طربوش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رمضان كريم. علينا وعليكم، الله أكرم. عملك هنا أجاب على طلبات التوصيل كدليفري. يفتح المطعم عندنا من الساعة 4 إلى الساعة 1:30 2. طيب. وطلبات التوصيل عندنا أرقام متوفرة على البيج مالت المطعم على انستغرام وعلى الفيس. شلون نشوف إقبال العوائل والشباب هنا؟ والله كإقبال جدا ممتاز، خاصة إذا بعد الإفطار وقبل الإفطار بساعة، وبعد الإفطار من الساعة 10 إلى ما قبل السحور بساعة. اكو وسائل توصيل يعني مال ديليفري؟ أي موجود، أرقام توصيل موجودة، وعندنا البيجات على الانستغرام وعلى الفيس. الوقت اللي تتلقى به الاتصالات دائما يكون بعد الإفطار أو قبل الإفطار؟ ساعة من الساعة 5. يحضرون الحين إذا اكو خطاره وكذا فيحضر قبل الافطار؟ اي قبل الافطار بساعه تقريبا من الساعه 5 الى الساعه. هل تجيك طلبات انه اكلات ووجبات كبيره؟ اي اكيد احنا يعني اغلب طلباتنا تكون تجهيز حفلات مناسبات. شلون شوفوا اجواء رمضان هاي السنه؟ والله جدا ممتازه والحمد لله على كل حال. شنو تحب تقول للشعب العراقي بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك؟ رمضان كريم عليهم وعاده الله عليهم الصحه والعافيه. تمام، شكرا جزيلا، حياك الله. مستمرين معكم اعزائي المشاهدين، خليكم ويانا في هذا التقرير. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام متابعين قناة بيت العرب بجولتنا الرمضانية بين الناس. أكيد إحنا في أحد الأسواق راح نلتقي ويا صاحب الأسواق ونعرف من خلاله تفاصيل وأهمها الأسعار. خليكم ويانا. السلام عليكم. رمضان كريم. قبل طاعات الله يسلمك، رحمة الله يديك. شلونك يا حبيبي؟ تعرفوا اسمك؟ حيدر حمزة. حيدر. شلون نشوف أجواء رمضان بصورة عامة في مدينة الصويرة؟ والله جيد جدا، الأجواء كلش حلوة، أجواء جميلة، أجواء رمضانية، أجواء يعني روحانية. تمام. كصاحب الأسواق اليوم شلون نشوف إقبال العوائل العراقية على يعني الأسواق المحال؟ أكيد يعني هي بصورة عامة احنا شهر رمضان يكون الأسعار كليتها أسعار حلوة مرتبة، والأسعار الإقبال على الأسواق بصورة عامة يعني الأسواق يصير يعني هذا محور سؤالي وغايتي اليوم من التقيت وياك. الأسعار نفسها لو زادت لو قلت، وشنو سر ارتفاعها برمضان؟ لا ماكو كل ارتفاع، الاسعار نفسيتها وماكو اي شيء صعد يعني باعتبار، بالعكس اكو شغلات هواي نزلت على رمضان، بس هاي دائما يعني هي تصير قبل رمضان حركه وكذا والاسعار صاعده والاسعار نازله وكذا وهاي السوالف. شنو المؤثر الكبير دائما عليكم هناك كاسواق؟ والله ماكو كل مؤثر كليتها يعني ارتفاع الدولار كذا اكيد هاي ارتفاع الدولار يصعد ينزل هاي كليتها عايشه الموضوع. زين عملكم هنا كجمله لو مفرد؟ لا احنا هنا جمله مفرد عادي، نشتغل جمله نشتغل مفرد. كزبائن يعني على اساس العمل زبائن لو شلون يعني؟ زبائن كجمله لو مفرد دا اركز على هاي النقطه يعني انا عندي اللي يجي مثلا مسواق عائله كامله جمله، مثلا اللي يجي يريد واحده اثنين ثلاثه يعني شغلات بسيطه عادي بس مفرد. شكرا جزيلا ورمضان كريم مره ثانيه. الله يسلمك، رحمه الله يديك حبيبي الغالي.
مشاهدينا لا زلنا لحد الآن متواجدين في أسواق حيدر الخفاجي. نلتقي الآن بأحد الزبائن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رمضان كريم. رمضان. تعرف باسمك؟ علاء وحيد. أبو من؟ أبو منتظر. أبو منتظر. شلون نشوف أجواء رمضان هنا بالصويرة؟ والله أجواء رائعة حلوة، هنا مناطق شعبية والناس بالليل تطلع تتسوق بالأسواق والأسواق كلها موفرة. طيب أنا هنا سؤالي، مسواقتك كأبو عائلة يكون بالنهار لو بالليل؟ لا دائما ورا الفطور بالليل. بالليل الناس من ورا الفطور تطلع تتسوق. زين، شنو الشيء المميز بهذا رمضان عن البقية؟ والله الجو حلو، الجو حلو مناسب يعني، والناس امان. اكو زيارات عوائل اقارب بيناتكم؟ طبعا زيارات، واحد يزور الاخ ان شاء الله. زين، اريد اسالك على فد قضيه اللي هي كانت روتين مستمر في رمضان. العوائل العراقيه خاصه بالمناطق الشعبيه انه بوقت الفطور يتبادلون يعني على معون الاكل المميز، الشيء الجديد يسووه يتبادلون. موجوده هاي العاده لا زالت؟ موجوده لحد الان الحمد لله والشكر. احنا المناطق الشعبيه كلها موجوده، نتبادل الاكلات الجديده بين الجوارين يوميه، هاي نسوي اكل نتبادل بها. زين، اسعار المواد الغذائيه ارتفعت لو نفس ما هي رمضان بصوره عامه؟ لان احنا عندنا بالمواسم المهمه دائما نشوف ارتفاع في اسعار المواد الغذائيه بصوره عامه. كوجهه نظرك اليوم كاحد الزبائن لهذه الاسواق، شلون تشوف الاسعار؟ والله اكو اسواق يعني متفاوته، بس هي عموما مرتفعه الاسعار. هو الناس اكو بعض الاسواق تستغل والتجار تستغل رمضان. تمام، شكرا جزيلا، موفقين ان شاء الله، حياكم الله. وصلنا وياكم لختام جولتنا لهذا اليوم من برنامج بين الناس، تحديدا في شارع النجمة وفي مطعم طربوش. التقينا بأهلنا وناسنا وشبابنا، عرفنا أجواء رمضان والأجواء اللي عندهم في شهر رمضان المبارك. يا رب شهر رمضان مبارك على الجميع، والله يديم الفرحة والمسرة على عموم الشعب العراقي. تقبلوا تحياتي، كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم علي كوكز. أنقل لكم تحياتي للمخرج خلف الكواليس الأستاذ كمال الشمري، وفي التصوير مصطفى عامر وطارق العجيلي وعلي محمد، وفي الإشراف العام الأستاذ محمد خلف من قناة بيت العرب. إلى اللقاء.